الوقت اللي 2023 اكيد المنتخب الجزائري كان هازم في الدور ربع النهائي امام المنتخب الوطني المغربي 3-0. هذه محاوله لفائده المنتخب الجزائري، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله خطيره، تمريره والهدف. الهدف الاول لفائده المنتخب الجزائري بواسطه اللاعب عبد الرحمن عاشوري. عبد الرحمن عاشوري كيتمكن من تسجيل الهدف الاول، كان مرتد هجومي سريع هذه المحاوله. كره من الجهه اليمنى، كان انطلاقه في الوقت اللي عبد الرحمن عاشوري خدا مكانه على مستوى داخل منطقه الجزاء. تمريره والكره في الشباك، التمريره كانت ممتازه من اللاعب بن عيسى فنوش، وهدف اول لفائده المنتخب الجزائري. على اي هدف جاء في بدايه اللقاء، بالتالي ترجع الكره لفائده المنتخب الجزائري. انطلاقه لازم ما نخلوش هناك مساحات، لازم التغطيه، حذري من ارتكاب الاخطاء. كان فرصه خطيره، تدخل وابعاد الكره اللاعب الياس العرباوي. الوقت كنتابعوا التسديده، ما كانش هناك خطا بتاتا، كلها نتائج مهمه. استرجاع كره، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه اللاعب احمد موهوب. دخول داخل منطقه المنتخب الوطني المغربي في هذه الجوله الثانيه. لعبت الكره دائريه راسيه، هدف تعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي واسطه اللاعب بلال سقراط الذي يستثمر كره ثابته وركنيه، يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره للاعبين وللجمهور المغربي الحاضر، وكذلك المدرب نبيل باها. المنتخب الوطني المغربي يعود في النتيجه وفي توقيت مناسب، هو من سجل الهدف. لاحظوا ارتقاء كان خروج خاطئ للحارس، وبلال سقراط في المكان المناسب يودع الكره في الشباك. هدف تعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. قلت بانه الكرات الثابته بامكان استثمارها بطريقه كانت ممتازه، لاعب سقراط في المكان المناسب. المباراه انتهت بتعادل ايجابي، هدف لمثله بين